بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بعد مباراة النهاردة اعتقد كده ان دي نهاية يانيك فيريرا ده اللي هو اصلا المدرب اللي على باب الله، اللي هو اصلا ما يمسكش اكاديمية نادي الزمالك للست سنين، مش مسكوه مدير فني فريق اول نادي. ضيعوا كل اللي عمله جون إيدوارد، ضيع كل اللي عمله في الصفقات اللي جايبها وعمل وبنى والكلام ده، وقلنا لعيبه كويسه والكلام ده وعايزين مدرب. والله لو كان معاهم ايمن الرمادي والله العظيم كان زمان ال 12 بونت اللي هو خسرهم دولت كان زمانه دلوقتي متصدر بطوله الدوري، وكان خلاص كله كان بيجري وراه. ولكن العقم والتفكير العقيم ومجلس اداره ضعيف ومجلس اداره ما عندوش رؤيه ومجلس اداره جاي يعكنن بس على جماهير نادي الزمالك. ارض بتتاخد منه، ماتشات بتتاخد منه، حتى ماتش النهارده اللي هو بتاع المفروض بتاع الزمالك اللي اتلعب في القاهره اتلعب في السويس. طب انتوا لازمتكم ايه طالما ان انتوا اصلا مالكوش اي تواجد، مالكوش اي انياب؟ قاعدين ليه ممسكين زي ما انتوا بتقولوا ايه جون إيدوارد هو اللي يمشيه؟ طب ماشي جون إيدوارد هيمشيه، انت ما قعدتش ليه كمجلس اداره مع جون إيدوارد وقلت له تعالى النتائج دي مالها؟ الشوط الثاني الزمالك بيحصل له ايه؟ بيقع بدني ليه؟ ده انت عامل فتره اعداد ومودينك العاصمه وجايبينك من العاصمه ومودينك الكليه الحربيه يعني ما فيش مدرب خد الصلاحيات دي. وانت يا عم جون إيدوارد اللعيبه اللي انت جبتها بزيرة على شوكوبانزا على الدباغ على عمرو ناصر على محمد اسماعيل، انت بوظت اللعيبه دي بمدرب قليل زي ده. دولت عايزين مدرب بجد. كان زمانك دلوقتي اول وانت حاطط رجل على رجل، وده اسهل دوري الزمالك كان ياخده، اسهل دوري في تاريخ نادي الزمالك ياخده. الاهلي عقبال ما يعني فاق في الماتش رقم 9، كان زمانك دلوقتي انت راكب حتى لو خسرت كنت شارخ، كان زمانك شارخ دلوقتي وهم اللي بيجروا وراك. ولكن ما اعرفش جون إيدوارد انت عشان انت اللي بتنزل التشكيل وانت اللي بتقول له لاعب ده وما تلعبش ده، طلع ده بره. يعني مثلا الماتش اللي فات انت قلت لي شيكوبانزا عشان الفلوس، طب ما بتلعبوش النهارده بقى طالما عشان الفلوس؟ يبقى ما بتضحكش علينا. ليه؟ لان الماتش اللي فات اهم من الماتش ده. ليه؟ لان الماتش اللي فات ده المحله مش بتنافسك، الماتش اللي فات الاهلي اللي هينافسك وهتفوقه. انت بمجرد ما الاهلي كسبك مشاكله كلها انتهت، اللعيبه بقت تعب بعض، مجلس الاداره ترشح كسب الترشيح وبالتزكيه. انما انت لو كنت كسبته ولا كان دخل الكابتن محمود الخطيب ولا كان المشاكل دبت هناك والدنيا اتقلبت وكان خلاص صدرت لهم هم بقى المشاكل عقبال ما يفوقوا لا دوري ولا كاس ولا افريقيا وخلاص بقى كده كنت انت خلصت على النادي الاهلي السنه دي. ولكن انت اللي فوقت النادي الاهلي، والنادي الاهلي بعد مباراتك دي تعالى بقى قابلني بقى بالطرق كلها، هيكسب عافيه وذوق. ليه؟ خلاص جات له تاني.